أهلا بكم معايا في قصة وحكاية جديدة. قصة النهاردة مثيرة جدا، أتمنى إنها تعجبكم، بس أهم حاجة كملوا معايا القصة للنهاية. تعمل إيه لما تلاقي الفتنة جايالك لحد عندك؟ ومن مين؟ من أقرب الناس ليك. واحدة مفروض تكون هي الأمان، بس لقيتها بتبتزك بأنوثتها، بتلعب بأعصابك وبتحاول تغويك بكل الطرق. قصتنا النهاردة عن سيد، شاب شقيان في اسكندرية، اتفاجئ بعمته جاية تقعد عندهم، بس ما جاتش علشان تصيف وبس، دي جات وعينيها عليه، وبدأت تخطط وتتدلع وتغويه خطوة بخطوة علشان توقعه في الحرام. تعالوا نحكي الحكاية من الأول ونشوف سيد عمل إيه قدام الفتنة دي. اسمع معايا القصة للنهاية وقول لي في التعليقات لو انت مكان سيد وعمتك بتعمل معاك كده كنت هتتصرف ازاي. أنا اسمي سيد وعندي 21 سنة، عايش مع أبويا وأمي وأخويا الصغير في منطقة شعبية جنب البحر، عايشين في اسكندرية. شغلي كله متعلق بالبحر، أنزل مع الشباب نطلع من الخلول وسمك ونروح نبيعه، يعني حياتي كلها طحنة مرمطة في الشمس. عمتي اسمها شيماء، عندها 28 سنة، يعني الفرق ما بيننا مش كبير قوي، حوالي 7 سنين كده وشهرين. عمتي دي عايشة في طنطا في الغربية، وكانت أصغر واحدة كده في اخواتها كلهم اللي هم عمامي يعني اتجوزوا، وكلهم فتحوا بيوت وعملوا عيال، وهي فضلت قاعدة كده مع ستي هناك وشغالة في مصنع في طنطا مع نفسها، ومفيش عيال ولا جوز يوجع دماغها. شيماء دي كأنها مش عمتي، كانت مزة كده وشديدة قوي، مهتمة بنفسها وفورمتها ومظبوطة على الفرازة، مظهرها عندها هو رقم واحد وبس. أنا من صغري وأنا بناديها باسمها، مبقولهاش يلا يا شيماء، ومفيش بينا أي ألقاب، لأني شكلها صغير وتبان أصغر مني كمان، رغم إنها أكبر مني. دايما لما أروح عند ستي ألاقيها قاعدة على الكرسي كده حاطة رجل على رجل، يا إما بتظبط ضوافرها يا إما قاعدة قدام المراية. عمتي دي ما كانتش بتهتم في حياتها إلا بنفسها وبس. من فترة كانت دايما لما كانت بتشوفني كده لما أروح عندهم تشدني على جنب وتفضل تقطم فيها وتهزقني، تقولي إيه يا سيد يا عرة، ما تنضف شوية، إيه اللبس المقرف اللي أنت لابسه ده، ما تظبط ضوافرك كده واغسل سنانك قبل ما تنام، والحلاقة اللي مبوظة شكلك دي، بلاش الكاب ده بيكبرك. كنت في الأول بتضايق، وكنت ببذل مجهود علشان أصلح من نفسي وما اسمعش الكلمتين بتوعها دول، هو أقول في نفسي يعني هو إيه الست دي، هي حطاني في دماغها وعمالة بتتنك عليا وتتحكم في حياتي. بس مع الوقت بدأت ألاحظ إن طريقة كلامها مش طريقة عامة، دي طريقة واحدة بتظبط راجل على مزاجها علشان يعجب عينيها. وبدأت أفكاري بقى تروح بعيد، وأقول يعني هي معقول هي مش شايفاني إن أنا ابن أخوها. وفي شهر 8 أخدت أجازة من شغلها في المصنع، واتصلت بأبويا اللي كانت يعني بتعمل له ألف حساب وكانت بتخاف منه جدا، وقالت له يا أخويا أنا واخدة أجازة وجاية أقعد عندكم شوية علشان أغير جو وصيف في اسكندرية، أنت عارف إن أنا بحب البحر. أبويا رحب بيها جدا وقال لها البيت بيتك وتيجي وتنورينا. رجعت يومها من البحر حوالي 7 بالليل، هلكان ومفرهد من الشمس والخدمة على البحر. فتحت الباب وسمعت ضحكة، دخلت الصالة ولقيتها قاعدة مع أمي عمالين بيشربوا الشاي وعمالين بيرغوا. سلمت عليها كده وش لوش، بس اللقطة الغريبة إنها لما أبويا بيدخل البيت بتلم نفسها كده وتتنحنح وتغطي نفسها بروب كده طويل حتى لو الجو حر. أنا معايا أنا بقى كانت قاعدة كده بجلابية خفيفة جدا على جسمها، وما كانش في أي كسوف ولا حياة، ريحة برفانها ضربت في وشي. سألت نفسي تاني هي فاكراني لسه الواد الصغير؟ أنا بقيت راجل طول بعرض، أنا كنت مش مستحمي ولا كنت حالق ووشي كان مكسوف من منظري قدامها. فقلت لهم عن إذنكم أنا هجري بس استحمى وغير هدوم الزفرة دي. قعدت تضحك وقالت لي شوف العيل المستعجل ده، اقعد يا ابني الأول، اقعد ونسنا كده واديني واجبي، ولا احنا مش مالين عينك. أمي ساعتها قالت لي ايه، اقعد يا سيد سلم على عمتك كده واديها الواجب بتاعها. هنا بقى شيماء بصت لأمي كده وقالت لها ايه، عمتك؟ عمتك ايه يا اختي، ده الراجل ركبه قد الجمل وتقولوا له قول لها يا عمتي. وبعدين بصيت لي وقالت لي بتكشيره كده، اياك اسمعك تقول لي يا عمتي دي تاني، والله لا روقك، انا اسمي شيماء انت فاهم. اتكسفت ساعتها قلت لها لا يا شيماء، انا بس هجري كده استحمى من ميه البحر واجي اروق عليكي. قالت لي روح نضف نفسك كده كويس وتعالى، وراحت ضحكه. دخلت خدت الدش بتاعي والكلمه الرنانه في ودني، ركبه قد الجمل، هي بتشوفني ازاي بالظبط، راجل ولا عيل مش فاهم. طلعت عايزه البس بقى احسن حاجه عندي علشان ابين فورمتي وتشوفني راجل انيق، ومن كتر ما انا كنت عايز اطلع قدامها واد برنس وشيك ومش عايز اسمع منها اي انتقاد تاني، طلعت بنطلون جينز كده وسويتر تقيل من بتوع الشتا، ورشيت برفان كده وقفت قدام المرايه وقلت ايه،
الطقم ده جامد قوي وهيسكتها. دخلت الأوضة عندها. أمي كانت في المطبخ كده بتعمل العشاء، وأبويا كان في المسجد، وأخويا الصغير بيلعب في الشارع. هي كانت ممددة كده على السرير، وكانت لسه برضه لابسة الجلابية الخفيفة دي على جسمها، وعمالة بتلعب في التليفون. أول ما شافتني فتست على روحها من الضحك. قالت لي ايه ولا يهبل ده؟ ايه العجب اللي انت لابسه ده؟ هو انت داخله كتوبة وامشير ولا ايه؟ ايه الجنس والجاكيت ده في اغسطس والحرارة المولعة دي؟ ساعتها اتحركت قوي، وبدل ما اقول الحق كدبت عليها وقلت لها ايه، اصل انا جايلي دور برد كده وخايف من الهوا. قالت لي برد ايه في الحر ده؟ اوعى تخرج الشارع بالشكل ده، الناس هيفضلوا يضحكوا عليك. ادخل غير الهبل ده والبس شورت وتيشيرت كده خفيف. دخلت الأوضة جري، قلعت الجاكيت والجينز ولبست شورت وتيشيرت خفيف، ورجعت قعدت جنبها. بصيت لي وابتسمت وقالت لي ايه، ايوه كده بدأت تبان بني آدم. كنت خانق نفسك ليه كده يا صاحبي؟ سكت واتكسفت كده من كلامها. فقالت لي سمعت ان في مولد وسهرة كده بكرة هنا في الميدان. فقلت لها اه، هما بيعملوا النصبة كده وبكرة السهرة جنبنا في الساحة. قالت لي طيب نتمشى نتفرج بكرة، المرة دي بقى هتمشيني ومش هتقولي شغل وبحر زي المرات اللي فاتت. قلت لها على راسي وعيني، هفسحك لما تشبعي. قالت لي هاتي الشنطة دي كده. فتحتها وطلعت شوية بسكويت وشوكولاتة كانت جايباها معاها من الغربية، وقالت لي خد دول قسمهم بينك وبين أخوك لما يجي. مسكت الشوكولاتة وقلت في نفسي ايه، هي لسه شايفاني عيل صغير، بس أنا بقيت شايفها بطريقة تانية خالص. استغفر الله العظيم، دي عمتي. وفجأة سمعنا خبطة على الباب، قامت منفوضة كده ومذعورة. هو ده الحاج جابر أبوك؟ قلت له اه، هو ده ميعاده. سحبت العباية واسعة كده ولبستها واتعدلت في القعدة كده وجمعت نفسها. أنا ساعتها اتصدمت، هي بتخاف من أبويا الخوف ده كله وبتتستر قدامه؟ ومعايا أنا سايباها على البحر كده ولبس مكشوف. دخل أبويا وسلم عليها وتعشينا وقعدنا ضحكنا بقى وحطينا برنامج لبكرة، على أساس يعني هنروح إمتى ونيجي إمتى وهنعمل إيه. تاني يوم الصبح قمنا فطرنا وبعد كده اتغدينا. فقالت لي يلا يا سيد بقى قدامي، والله النهارده ما تلاقي حاجة كده لازم توديني البحر. قلت لها خلاص أنا عندي كلمتي. أخدت الشمسية والفوط وأخويا الصغير ومشينا على الشاطئ. في الشارع الفرق بينا كان باين جدا، أنا وشي محروق من الشمس وجسمي بحراوي كده ويبان أكبر من سني، وهي رغم إنها أكبر مني ب7 سنين بس كان شكلها مز كده وصغيرة وجسمها ملفوف، ومشيتها مكسرة الدنيا. الناس والشباب في القهاوي كانوا فاكرين إن إحنا مع بعض يعني كده حبيب وحبيبة، ومحدش يتوقع إنها عمتي أبدا. نزلنا بقى البحر ولعبنا كرة على الشط وكل حاجة، ولما جوعنا طلعت 100 جنيه كده وقالت لي خد يا سيد، تعرف حتة جيب لنا منها سندوتشات نضيفة هنا؟ هات لنا 3 سندوتشات كبدة و3 كنز بارد. هي قدوك الفلوس دي ولا عايز زيادة؟ ساعتها رجولتي بقى نغزتني كده ومرضتش اخد الفلوس، وقلت لها شيماء شيلي الفلوس دي عندك، انا اللي هجيبلك. قالت لي لا انا اللي عازماكم. قلت لها والله ما هتطلعي جنيه من جيبك، انا معاكي ومش هاخد منك قرش واحد. ابتسمت وقالت لي اه يا عفريت كبرت وبقيت بتصرف عليا. وانا ماشي بقى علشان اجيب السندوتشات، الشيطان بدأ بقى ينغص في دماغي وبفتكر كلامها، كبرت وبقيت راجل وركبتك قد الجمل، وارجع اضرب راسي كده واقول استغفر الله، دي عمتك يا اهبل. بس يعني دي فتنة كبيرة قوي وفورمة وقنبلة بصراحة. رجعت بالسندوتشات وقالت لي شكرا يا سيدي، بس ليه ما رضيتش تاخد الفلوس؟ قلت لها احنا قالوا ما فيش بينا الكلام ده، لما اجي طنطا بقوا ضايفيني. رجعنا البيت هلكانين. دخلت هي خدت الدش الاول، طلعت بقميص نوم صيفي كده خفيف خرج عن السيطرة خالص، وما ادتليش اي اعتبار نهائي. انا بقيت باصص في الارض وبس علشان ما اتفضحش. دخلت استحميت وطلعت، شربنا شاي واكلنا حلويات، وبعدين راحت مدتي كده في اوضتها. انا حسيت اني لو فضلت في البيت ده هعمل كارثة. وقفت عند باب اوضتها كده وقلت لها انا هخرج شوية عند اصحابي. رفعت راسها وبصت لي كده بنظرة غريبة وقالت لي انت رايح فين وسايبني كده، مش هتقعد معايا تونسني شوية؟ قلت في نفسي كده يا بنت الناس، هو انت سبتي فيها صحة بسبب لبسك وقعدتك دي؟ هو ما قدرتش اقول لها استوري نفسك، علشان طبعا ما تفهمش انها اهانة وهي دافعة عندنا. بالليل اخدتها ورحنا سهرة المولد، واقفين بقى بنتفرج ونضحك، وفجأة جالي صاحبي كان اسمه احمد، من العيال اللي هم حاشرين مراخيرهم في كل حاجة. قرب مني كده وقال لي ايه يا معلم المزة دي جبتها منين يا عفريت؟ انا ساعتها اتحرق دمي، لو قلت له ان هي عمتي هيقعد يقول ان انا بكاش ويقعد يتنقور عليا. سلكت نفسي ساعتها وقلت له بسرعه ايه دي بنت خالتي، دي جايه زياره كده من طنطا. قال لي بنت خالتك جامده قوي، وصيها عليا يا كبير. قلت له امشي من هنا يا احمد ولم لسانك. لما مشي بصيت لي وقالت لي ايه،
هو الواد ده كان بيقولك ايه في ودنك وشفتك اتعصبت عليه؟ قلت لها ابدا، كان بيسألني عليكي. انا زعقت له وقلت له امشي، بس معلش كدبت عليه وقلت له انك بنت خالتي علشان لو قلت عمتي يعني مش هيصدق. ضحكت وكأن الكلام عجبها وقالت لي خلاص كبر دماغك منه. واحنا راجعين البيت قلت لها ناكل حاجه كده قبل ما ندخل. قالت لي لا، الحاج جابر هيقلق علينا لو اتاخرنا. روحنا البيت وكانت على الساعه 12 بالليل كده. قلت لها وانت بتخافي من ابويا وانت معايا؟ قالت لي يلا بينا بس. جبنا اكل ورجعنا لقيناهم كلهم نايمين. قعدنا في المطبخ ناكل بشويش وقالت لي ايه رايك نروح البحر بكره تاني يا سيد؟ قلت لها بكره الصبح طالع مع الشباب، عندي شغل في البحر مش فاضي. قالت لي خلاص هروح انا واخوك توفيق الصغير. قلت لها لا، تروحي لوحدك ازاي يعني؟ الشباب في البحر هيضايقوكي علشان لهجتك طنطاويه ومحدش عارفك هنا. بصيت له وقعدت تحايل عليا وتقولي علشان خاطري يا سيد خليني اروح علشان خاطري. كلمه علشان خاطري دي وطريقتها حسستني انها مش عمتي خالص. ساعتها قلت لها لا يا شيماء، انتي ما شفتيش الناس كانت بتاكلك بعينيها ازاي يوم البحر؟ اصبري بعد بكره ونروح سوا. قعدنا لحد الساعه 1 بالليل وهناك بقى رميت لي كلمه خضتني. قالت يا سيد انا مش جايلي نوم، اقعد معايا علشان خاطري وسليني، انا بزهق لوحدي ومعرفش انام الا لما ارغي مع حد. حاولت اتهرب وقلت لها انا عندي شغل الصبح ولازم انام بدري علشان استرزق كده مع الشباب. قالت لي ضروري الشغل ده؟ امال مين اللي هيسليني؟ قلت لها بكره اجي وانسك. قالت لي لا انا عايزاك دلوقتي، اعمل لي خاطر يا سيدي. قعدت معاها نص ساعه كده في الاوضه بعمل لها خاطر يعني. هي مديدة عمالة بتلعب برجليها بطريقة مستفزة وماسكة التليفون في ايديها. الجو كان مشحون بطريقة غريبة جدا، ما قدرتش اتحمل الضغط ده. قلت لها والله العظيم عيني بتقفل ومش قادر اقاوم. بصيت لي بضيق كده وقالت لي خلاص انت زهقت مني؟ قلت لها لا حاشا يا شيماء والله، بس بكرة نبقى سوا. ورحت جاري على اوضتي وقفلت الباب. تاني يوم نزلت على الشغل مع الشباب في البحر نجيب ام الخلول والسمك علشان نبيعه، بس علي ما كانش معايا. عمال بفتكر تصرفاتها بقول لنفسي هي الست دي مالها، هي قصدها تقرب مني كده ولا بتتصرف بعفوية؟ انا خايف اضعف قدام الفتنة دي وشيطان يزينلي الحرام مع اخت ابويا. على الساعة 10 الصبح كده رنت عليا، قالت لي انت فين؟ قلت لها انا في الشغل. قالت لي طيب جيب لي معاكم ام الخلول علشان نفسي فيها، وجيب لي كمان فستق وانت جاي وهدي لك فلوسه، والنهارده بقى هتسليني ومش هتنام بدري، انت فاهم؟ قلت لها حاضر من عيني. وقفلت. قسمنا الشغل وجبت وانا راجع ب20 جنيه فستق وب10 جنيه لب وب10 جنيه سوداني، وجبت معاهم شوية من الخلول كده. ورجعت ودخلت اوضتها، كانت لابسة شورت تحت الركبة. اديتها الحاجة فقالت لي كتير ده، انت عايزنا نسهر بقى للصبح؟ ساعتها اتحركت وقلت لها انا هجري استحمى. قالت لي اوعى تتأخر انا هستناك. خرجت للشارع مع اصحابي علشان اتأخر وما ضعفش. رنت عليا قالت لي انت فين؟ قلت لها انا في منطقة كده بعيد. قالت لي لا ما تتأخرش. رجعت البيت وقعدت معاها شوية علشان ما زعلهاش. قالت لي اياك تقولي هنام بدري. قلت لها بكرة رايحين البحر ولازم ننام بدري. قالت لي ماليش دعوة بالبحر، اقعد معايا. دخل ابويا وامي ناموا والبيت بقى هادي جدا ومفيش غيرنا. وفجأة قالت لي ايه، اخويا جابر دخل نام وانا حرانة باللبس ده، هقوم بقى اغيره علشان اخد راحتي. ما عرفش اخد راحتي وهو صاحي. وقفت قدامي في الأوضة وقلعت هدومها ولبست حاجة خفيفة جدا وكاشفة أكتر من إنها سترة. أنا عيني اتسمرت وما بقتش مستوعب، هي اتجننت ولا إيه؟ هي عارفة بتعمل إيه؟ رجعت قعدت جنبي وبدأت تعمل حركات كده مش مظبوطة بتخليني أضعف يعني. في اللحظة دي الشيطان غرني أوي وكان هيسحلني، بس قلت إيه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ده أخت أبويا. قمت وأنا مفزوعة كده ومسكت نفسي بالعافية وقلت لها أنا راسي هتنفجر من الصداع ومش قادر، أنا طالع أنام. شيماء اتصدمت واتعصبت جدا وكأن كبرياء ونسيتها تجرحه، وقالت لي بصوت زعلان كده هو انا هفضل اترجاك علشان تقعد تسليني؟ خلاص يا سيدي اوعى من وشي وما تتكلمش معايا تاني. جريت على اوضتي وقفلت عليها بالمفتاح. قعدت اتنفس كده واقول دي اخت ابويا ودي عمتي، انا ابن اخوها وده حرام، حرام اقع فيه كده مع اهل بيتي. ومن اليوم ده قطعت كلامي معاها تماما. صح انا شاب وعندي شهوة، بس عند عمتي واخت ابويا ما اقدرش. وقطعت معاها علشان ما نقعش في الحرام. وسيد طلع راجل وسيد الرجالة بعفة نفسه ومخافة ربنا. ومن الليلة دي يا جماعة كل حاجة اتغيرت. سيد حسم أمره وقطع كلامه معاها تماما وبقى يدخل البيت يسلم على أبوه وأمه ويجري على أوضته يقفل على نفسه بالمفتاح. شيماء حست إن كبرياء بقى اتاخد منها حتة حتة، وإن أنوثتها اللي كانت بتشتغل بيها اتكسرت قدام رجولة ابن أخوها.
قعدت كام يوم ولمت حاجتها كده ورجعت طنطا من غير ما تودعه. بس سيد خرج من التجربة دي وهو مرفوع الراس. صح هو شاب وفي سن فوران الشهوة، والشيطان كان بيزن في ودنه يعني ويزينه الحرام في قلب بيته، بس الخوف من ربنا وعفة النفس كانوا أقوى من أي فتنة. سيد أثبت إن الرجولة مش مجرد كلام، الرجولة هي إنك تصون بيتك وأهل بيتك حتى لو هم نسيوا الأصول. وهنا القصة بتخلص، بس كلامنا لسه مخلص. سؤالي لكم النهاردة، لو كنت مكان سيد وشفت التصرفات دي من أقرب الناس ليك، كنت هتقطع معاه وتسكت زي ما هو عمل، ولا كنت هتروح تحكي لأبوك وتفتح باب للمشاكل ما يعلم بيه إلا ربنا؟ مستنية رأيكم في التعليقات، وما تنسوش اللايك والشير علشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم في حكاية جديدة.